السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وبشكر كل اللي بيتابعوني في كل مكان. النهاردة هقدم وصفة جديدة. احنا طبعا عملنا انواع مخبوزات كتير وكان فيها زبدة. انا حبيت ان انا اعمل معاكم الوصفة ديت. هي وصفة اقتصادية ما فيهاش زبدة، ممكن تستعملي فيها حاجة واحدة بس، زيت بس، او ممكن تعمليها بزيت وسمنة مع بعض، او سمنة بس، المتاح عندك والمتوفر عندك. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة جدا وبيطلع منها كمية كبيرة، ان انتي يعني كمية كبيرة من القرص اللي احنا هنعملها، في نفس الوقت هي موفرة. احنا معانا هنا كيلو دقيق، معايا لبن على حسب ما تحتاج العجينة ان انا اعجنها بيها، معايا 400 جرام زيت وسمنة مع بعض، معايا معلقتين كبار خميرة، معلقتين كبار سكر وذرة ملح، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا هنا عجوة انا مسيحاها. العجوة ديت بتحطيها في طاسة وبتحطي معاها سمنة، ما بتحطيش معاها زبدة. انا جربتها قبل كده لما عملتها بالزبدة بتلزق جامد العجوة ومش بتسيح كويس وبتحس ان هي بتشيط. اما السمنة بتستحمل النار شوية ان انتي تحطيها فيها. فالعجوة بتجيبيها مثلا زي مكعب كده من بره، فبتقطعيها بالسكينة مكعبات صغيرة او شرايح، وبتحطي معلقتين سمنة وبتنزليها فيها وبتهدي النار عليها، يعني ما بتبقاش عالية النار، وبتسيبيها شوية بتحس ان هي بتفك مع النار، وبتبدأ ان هي تسيح بالقوام ده. احنا مش بنحط العجوة جامدة جوه القراص. ليه؟ ان هي يعني حتى لما بتروح النار بتفك شوية، وبعد كده لما القرص دي بتبرد تيجي تقطميها بتحسي ان العجوة يعني جامدة كده فيها، ما بتبقاش اللي هي الملمس الطري زي ما احنا بنجيبها من بره. لا، عايزاها زي ما احنا بنجيبها من بره، بنسيحها بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها. دلوقتي انا هجيب طاسة وهحط فيها اللبن انا مدفياه، مش سخن، دافي، ومعايا هنا طاسة هحط فيها السمنة وهحط فيها الزيت، وهبدأ ان انا ادفيهم على النار. هدفيهم ان السمنة تسيح، ما تجمدش، يعني ما تبقاش سخنة، ان السمنة والزيت يبقوا سخنين. وهنبدأ ان احنا نعملها مع بعض خطوة خطوة. هي اقتصادية وموفرة، ويعني مكوناتها ما فيش مكونات، هي يعني ايه، سمنة وشوية زيت، عندك شوية سمنة، شوية لبن، دقيق، يعني ايه، ما فيش حاجات معقدة. ممكن تلغي فكرة العجوة خالص ان انت ما تعمليش بيها، هتلاقيها برضو طلعت معاكي ناجحة وكويسة. ممكن تاكليها بقى بجبنة، تاكليها بأي حاجة عندك، او ان انت تاكليها سادة مع شاي او مع نسكافيه الصبح في الفطار. هنا انا جبت الكنكه ديت، هبدا ان انا احط فيها الخميره، وهحط فيها السكر، وهبدا ان انا انزل عليها باللبن. هحط شويه صغيرين كده لبن، وان انا اقلبهم فيها واسيبها على جنب لغايه لما احنا نحط السمنه على الدقيق. هبدا ان انا اقلبها كده بالطريقه دي وهنركنها على جنب شويه. طبعا انا مش هعجن في البوله ديت عشان دي صغيره، ولازم لما تكوني بتعجني كيلو دقيق يبقى حاجه واسعه وكبيره، بحيث ان هي يعني ايه، العجينه لما بتيجي تتفاعل وان هي تخمر وحجمها يزيد تلاقي يعني مساحه ان هي تزيد فيها. فانا هبدا ان انا اعجن في الطبق دوت. هنزل بيه الدقيق الكيلو كله، وهحط البيكنج باودر، وهبدا ان انا اخلطهم كده بايدي. طبعا الدقيق انا نخلاه، كل مره بنبه على الموضوع دوت، وبنكون قصين ضوافرنا وغاسلين ايدينا كويس ورابطين شعرنا لما بنعمل مخبوزات او اي اكل في البيت عموما، او دخول المطبخ عموما، لازم نكون يعني ايه لمين شعرنا وايدينا تكون نظيفه وما لناش ضوافر ولا اي حاجه خالص. هبدا ان انا اعمل بقى السمنه كده مع الدقيق، ادخل السمنه في الدقيق خالص.
احنا بنحاول دايما نعمل الوصفات اللي هي يعني مكوناتها متاحة عندك في البيت، ان انت ما تغلبيش نفسك بوصفة مكوناتها مش عندك، او ان انت تكلفي نفسك يعني ايه فوق طاقتها. لا، احنا بنعمل الحاجات المتاحة عندنا في البيت، بنعمل حاجات حلوة بحاجات متاحة عندنا في البيت، ومكونات سهلة وبسيطة خالص، وبطرق مش معقدة ان انت تعمليها وتبقي خايفة ان هي تفشل منك، او ان انت تعملي حاجة وتهدر منك بعد كده. يعني تكون ايه بعد ما استعملتي فيها سمنه واستعملتي فيها دقيق واستعملتي فيها مكونات كتير، وان هي بعد كده ايه ما تبقاش وصفه ناجحه. فدي انا مش بحب النقطه دي الصراحه خالص. ولازم يعني انا لما بكون بقول لكم وصفه بكون متاكده منها 100%، وبكون عاملاها كذا مره ومجرباها كتير جدا، وبكون قايله عليها لناس اصحابي وقرايبي ان هم يكونوا جربوها. فبتكون يعني وصفه مجربه وناجحه مع كله، عشان الواحد لازم يكون عنده امانه ان هو لما يطلع يقول وصفه تكون ناجحه معاه، وتكون مكوناتها كلها مظبوطه لما يقولها، ما يقولش حاجه تكون ناقصه يعني مكون، او ان هي ما تنجحش معاكم. اهيت بالطريقه دي شايفين السمنه كلها غلفت الدقيق اللي معانا، بقي بالطريقه دي كده. فهنبدا ان احنا ننزل بالخميره والسكر، وهبدا ان انا اعجن بقى باللبن لغايه لما العجينه تلم معايا. مقدار اللبن على حسب ما الدقيق ياخد معاكي، انا ممكن اكون بستعمل دقيق غير اللي انت بتستعمليه، فالمقدار بيختلف من مقدار لمقدار. انا بجيب الدقيق اللي هو بتاع جميع الاستعمالات سايب، مش بجيب اكياس، وبيكون ب7 جنيه تقريبا يعني. انا بجيب اللي هو بتاع الاستعمالات، جميع الاستعمالات. هبدا ازود اللبن شويه شويه واعجنها واوريها لكم. هنا انا بعد ما عجنتها كويس العجينه اهيت وطريه معايا اهي، طلعت من الطبق، وادي الطبق نضيف خالص. انا هبدا ان انا اغطيها بستريتش وهسيبها ان هي تخمر واوريكم احنا هنشتغل فيها ازاي. ده شكل العجينه بعد ما خمرت. بصوا انا سبتها زادت خالص، عملت فيها نفس الحكايه اللي انا بحب اعملها في المعجنات، ان انا بهبطها كده بعد ما بتخمر المره الاولانيه، وبعد كده بسيبها ان هي تخمر المره التانية عشان تكون هشه وعامله زي القطن كده زي ما انتوا شايفينها بالظبط. انا هبدا ان انا اخد منها حته وان انا الفها كده، يعني ندخلها جوه بعض كده بالطريقه دي ونعملها قرص صغيره. دي هتبقى قرص مدوره وصغيره وساده، وهحطهم جنب بعض في الصاج هرصهم. اما القرصه اللي هي هتبقى بعجوه هتبقى القطعه بتاعتها كبيره شويه، وبتبداي ان انت بتفرديها كده بالطريقه ديت على ايدك، وبتحطي فيها حته من العجوه كده في النص، وبتبداي ان انت تقفلي عليها. بنبدأ ان احنا نقفل عليها كده وبنكورها كده، وبتقفلي عليها عشان تبقى مقفولة من تحت، وهتعمليها بالشكل ده كده. لما هنيجي نعملها بقى ان احنا نشكلها، يعني ادي المقص بتعملي ضغطتين كده هوت عليها بالمقص، بيبقى شكلها عامل كده لما انت بتبقي عارفاهم اللي هي بعجوه من اللي هي ساده. هبدا ان انا اشكلهم كلهم وادخلهم الفرن، وبعد كده نشوفهم بعد ما يطلعوا. الطريقه سهله جدا، مكونات بسيطه، مفيش يعني مش بتاخد وقت غير ان هي تتعجن وتتعمل على طول. مفيش اي وقت ان هي بتاخده منك، او ان هي بتغلبك، او مكوناتها كتير، او الطريقه ان انت ممكن تنسيها. الحاجات دي كلها بنتفاداها في المخبوزات اللي زي كده، اقتصاديه، بالزيت، بسمنه، بالمتوافر عندك بتشتغلي بيه، مش محتاجه بقى مكونات كتير وحاجات صعبه ان انت تشتريها. هنا انا نزلت العجينه بالطريقه ديت على الرخامه. لو انت حابه ان انت تقسميها بالنص زي كده، ان انت تقسميها نصين، نص هتشتغلي فيه بعجوه ونص هتشتغلي فيه يكون ساده، فهتبداي ان انت تلفيها بالطريقه دي كده، وهتبداي ان انت تعمليها مثلا شرايح بحيث ان هم كلهم يكونوا نفس المقاس، وبتاخديها بتلفيها بالطريقه دي كده، وان انت تدخليها اللي جوه وبتحطيها في الصاج اللي هي بتكون القرص الساده، والتانية بتكون بعجوه.
ممكن برضو فكرة تانية تسهل عليكي ان انت تفرديها زي كده، وان انت تبدأي بكوباية معاكي، ان انت تبدأي تقطعي بالطريقة دي كده، فهتطلع معاكي القرص بالطريقة دي. هتبقى ايه كلها برضو ان انت بتعمليها بتكون كلها حجم واحد، يعني تكون بالطريقة دي كده كلها حجم واحد. ان انت تبدأي تفردي بايدك كده هوت او باي حاجة عندك. بصي هي العجينة لينة وطرية، مش محتاجة ان هي تتفرد بنشابة او باي حاجة يعني. فبصي بمجرد بس كوباية بتعمليها كده بتطلع لك اهي، بيبقوا كلهم مقاس واحد. وان انت ترتاحي من موضوع ان انت ايه تقعدي تلفي وتكوري بايدك، دي برضو طريقة تانية تكون سهلة عليكي ان انت تعملي بيها. هنا ادي الصاج الاولاني انا عملته، اللي فيها عملتها بالمقص فيها عجوه، والتانية ديت المقفوله ساده. هبدا احطهم في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسط. ومش بتشغلي الشوايه غير لو لقيتي ان هي اخدت لون من تحت وما اخدتش نفس اللون من فوق، فانت بتبداي ان انت تشغلي لها الشوايه من فوق. مش هندهنها حاجه، هي فيها سمنه وزيت بما فيه الكفايه يعني، فمش هندهنها حاجه من فوق ومن تحت خالص. ده الشكل النهائي للقرص بتاعت النهاردة. مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني شوفوا الكمية اللي طلعت من كيلو دقيق واحد. عملنا منها قرص سادة طرية خالص اهيت، ناعمة جدا وطرية. بصوا من جوه عاملة زي القطن بالظبط. انا ما دهنتهاش اي حاجه خالص من فوق ولا من تحت. انا دهنت الصواني، واللي متابعيني من بدري عارفين ان انا بدهن الصواني سمنه، والصاج بدهنه سمنه وبحط فيه ورق زبده وبدهنه سمنه من فوق، مش بدهن زيت الصواني اللي بدخلها الفرن. والقرص اللي هي بالعجوه اهيت، شايفين لونها من تحت عامل ازاي ولونها من فوق ما دهناش اي حاجه خالص. بصوا يعني انا بحس ساعات كتير ان التصوير بيظلم المخبوزات معايا يعني. وهنا انا عملت الشكل دوت، حاولت ان انا اعملها ان هي تبقى زي الصابع كده، من يعني زي الصابع كده طولية، وعملتها بالشوكة تغيير في الشكل. وعملنا اللي هي بعجوة وعملناها سادة. الطريقة سهلة جدا، مكونات بسيطة جدا، تعملي منها شغل كتير وتعملي منها اشكال مختلفة وتنوعي فيها في الافكار. وممكن ان انت تحشيها جبنه، تحشيها مربى، اي حاجه عندك انت بيحبوها سندوتشات ممكن ان انت تحشيها بيها وتطلع معاكي ناجحه جدا ان شاء الله باذن الله. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا مشتركين في القناه لايك وشير للفيديو، وانضموا لجروب مملكه اسيا على الفيسبوك والبيج مملكه اسيا، وتابعوني على الانستجرام وقولوا لي رأيكم في التعليقات.